السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والورد والياسمين على الأطيب ألوف في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بكل حبايبنا، شرفتونا ونورتونا على رسم الفوق. وأهلا وسهلا بكل حبايبنا الجداد، شرفتوني ونورتوني. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويحقق كل أمانيكم ويكبر بخاطركم ويرزقكم راحة البال والسعادة والهنا، آمين يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله كده روتين بقى الرغاوي والروايح كده المنعشة. النهاردة إن شاء الله كده هتبقى روتين بقى الغسيل، وربنا يستر بقى وما يحصلش حاجة زي المرة اللي فاتت. أنا جيت أغسل بقى النهارده كده وأنا قلقانة بقى، قُلت ربنا يستر ما يحصلش حاجة تاني. طبعًا بقى الواحد لسه تعبانة، بس طبعًا إحنا الأمهات ما عندناش بقى حاجة اسمها تعب وكده، لأ لازمًا نقوم بقى ونعمل مصالحنا، مين اللي هيعمل؟ زي ما أنتم عارفين مهما يكون فينا تعب بنتغصب على نفسينا كده وربنا بيقوينا ونقوم نشوف مصالحنا. حطيت هنا كده المَيّة وحطيت عليها كده حبة ربس بقى روايح والرغاوي الجميلة دي. حطيت الربس الأول كده قبل ما أحط الغسيل عشان يرغي معايا كده. ودلوقتي كده هاحطهم كده على إيدي زي ما أنتم عارفين يا حبايبي، وباحطهم هنا في الحوض عشان أنتم عارفين، باحوّش هنا وبعد كده باشطفهم تحت الحنفية كده بمَيّة جارية كده على طول، بدل ما أحطهم في طبق تاني يعني بدل ما أشطف في الطبق، فمَيّة جارية أحسن طبعًا. وربنا يسهّل بقى ونشوف بقى يعني الغسالة اللي عندي. أنا عارفة أنتم بتسألوا باغسل على إيدي ليه، عشان أنتم عارفين، في ناس طبعًا هنا من حبايبنا عارفة ليه باغسل على إيدي. الغسالة اللي عندي هنا خلاص ما تنفعش تتصلّح تاني، محتاجة غسالة، الغسالة محتاجة غسالة أصلًا. ربنا يسهّل كده ونجيب غسالة إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمنا ويرزقنا جميعًا، آمين يا رب العالمين. النهارده إن شاء الله روتين النهارده كده كلّه نشاط كده وتشجيع جميل جدًا. طبعًا أنا بدأت بقى من الصبح بدري، طبعًا أنتم عارفين القضيان بدري ده حلو أوي، كإنِّك ما عملتيش حاجة تخلّصي بسرعة، تنجزي يومِك كده بسرعة على طول. فقُمت كده بدري، العيال راحوا مدارسهم وأنا رُحت بقى مسكت الغسيل كده على طول، خلّصت بقى على طول كده كمان بقى أنا كنت بقى كالعادة يعني عاملة بقى المطبخ ومروّقاه والمواعين وكده فالمطبخ ما يعني الحمد لله رايق. فأنا يا دوبك أخلّص الغسلات وأروّق الشقة وخلاص، وأعمل لهم بقى الغدا. فطبعًا أحلى حاجة بقى إنِّك تعملي المطبخ كده من بالليل، يعني أنا عارفة بالليل الواحد يكسّل مش عارفة إيه، لأ الواحد بقى يغصب على نفسه كده ما يكسّلش عشان الواحد يقوم بالنهار كده يبقى رايق، وراكِ حاجة تانية تعمليها ومش عاتلة هَم بيها المطبخ بقى، وتدخلي كمان المطبخ تعملي الغدا تبقى الدنيا رايقة والمواعين ما فيش مواعين والدنيا تمام. دلوقتي أنا هاشطب الطبق، شطفت الباقيين وهارجع بقى أكمّل بقى الباقيين التانيين. فالغسيل ده ما أقولكمش، أبقى لسه ناشرة وباسأل أكّم، زي ما أنتم عارفين الغسيل ما يعني ما شاء الله ما بيخلص. يا ربنا يبارك فيهم يا رب ونعيش ونعمل لهم، ويديكم الصحة يا رب. هي الملاية بقى اللي كانت رخمة شوية طبعًا الطبق صغير والملاية طويلة، كنت باخدك بقى أغسلها بقى حتّة بحتّة كده والمهم عملتهم. والنهارده إن شاء الله هنعمل كده أكلة جميلة جدًا إن شاء الله تعجبكم بطريقتنا البسيطة، إن شاء الله تعجبكم. كمان لحقت كده قبل ما الشمسية كده تفرش كده في الشارع كده يعني، قبل ما تنزل في الشارع أساسًا، الواحد لحق كده الشمسية من أولها. بس خلاص بقى الجو بقى حَر دلوقتي. أنا دلوقتي مش بالبّسهمش بقى دلوقتي لبس الشتا، يعني بالبّسهم كده لبس خفيف بكُم بردك، يعني بردك الجو لسه مش أوي. الصراحة يعني الواحد بيحب غسيل الصيف، خفيف كده وحلو. أنا فاضل حبّة كمان بقى أعملهم، كنت هاكسّل عليهم قُلت لهم لأ، خلّيني أخلّص كده أخلّصهم كلّهم. عاوزة كده القفص الغسيل يفضى من الهدوم، أشوفه كده فاضي. لمّا باتضايق كده بالاقيه مليان، باغسل شوية وأكسّل أقول كفاية اللي أنا غسلتهم، قُلت لأ، أشجّع نفسي أقول لأ أكمّل بقى أخلّصهم كلّهم كده بالمَرّة. حاجة كده تبقى مركونة كده محكمة تبقى الواحد يبقى جاب على الواحد. غسلت دول بقى لمّيت بقى شوية تانيين هاسيبهم يتخمّروا عقبال ما أشطف اللي في الحوض.
هي فكرة حلوة برضه كده تحت الحوض كده دي سهلة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مية جايرة كده دي، لا فيها ربص ولا فيها حاجة. انا طبعا خدت بقى المية اللي في الحوض دي، انت عارفة انا يعني لسه شاطفة بقى الهدوم نظيفة يعني. كان في شوية مستخبين جوه، قلت لهم لا تعالوا خلينا نخلص بقى نخلصهم كلهم. حطيت كمان حبة ربص بقى، 3 ربص بقى اقل في الغسيل، حطيت لهم شوية. الحمد لله انا خلصتهم والحمد لله ربنا ستر الضرب. انا كنت دلوقتي خلاص تعبت بقى على الاخر خلاص. لا وكمان واحد ما يعني ما ريحتش، انا خلصت ونشرت وروقت روقت الشقه مش عارفه ايه، ورحت بقى جبت العيال من المدرسه يعني ما فيش راحه. وجيت جاري بقى اعمل لهم الغدا، يعني بخصوصا بقى اليومين دول بقى الامتحانات بقى، ويعني ايه ربنا يقويكم جميعا. اليوم كله بقى قضيان بقى ومذاكره، فيعني ايه يعني الحمد لله. هنا بقى انا نشرت بقى هنا الجنب الاولاني هنا، وفاضل بقى الحبه التانية اشرب في الناحيه التاني. وانا كانت شويه الغسيل اللي كنت نشراهم لميتهم بقى بالبليله، قلت لهم ليش وقت بقى انشرهم بقى، انشرهم بقى. قلت المهم بقى اطبقهم يبقى المكان جاهز بقى على النشر على طول. فدلوقتي يعني الشمس سخنه فما بينشف دلوقتي على طول يعني. يا رب كده الخفاف لطاف على قلبكم. يا رب النهارده فيديو يعجبكم ان شاء الله، فيديوهات احسن واحسن واحسن ان شاء الله باذن الله. واتمنى كده يا حبايبي محدش ينسى اللايك. ما تنسونيش يا حبايبي تعليقاتكم الجميله بتشجعني بتفرحني جدا جدا جدا. الطيبه العسل زيكم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الواحد طبعا الحاجه ما بتتعمل يعني الواحد ايه راحه نفسيه رهيبه. الحاجه كده متكومه محطوطه يا ساتر جبل الصراحه جبل. خلصت كده النشير واخش بقى نخش على معمل التحضير. دخلنا كده على المعمل. هنا دلوقتي كده يا حبايبي كده دي دقة. عمل زي ما انتم شايفين كده سمك، انا بقى كنت غسلاهم ومنضفاهم زي الفل وسبتهم بقى يتصفوا كده في الصفاية. قبل ما اخلص كده ده المهم بقى الدقة حطيتها توم وحطيت كزبرة والفلفل الاسود، وحبة كمان حاجة بسيطة، وحطيت ليمون. وتبلت فوق السمك من بره ومن جوه زي ما انتم شايفين كده، احب اتبل كمان من بره عشان يبقى يشرب التتبيلة اكتر. وهنا بقى حطيت حمرت بصلية خالص كده وغمقتها وحطيت المية والملح دي عشان اعمل بقى الرز، وسبتها تغلي وحطيت لها الرز كده وسبتها بقى تستوي. ودلوقتي كده يا حبايبي كده آه بقلي كده السمك في الدقيق، وسواء كده الدقيق ده بحط له التتبيله اللي حطيت لها للسمك، وبحط له حبه ميه وبعملها كده ايه، بعمل كده زي صلصه الطحينه. كده قلبتهم بقى. يا رب كده الفيديو كان عجبكم. ان شاء الله فيديوهات احسن واحسن. وهعمل بقى كده جنبيهم كده شويه طحينه. انا حطيت كده حبه الطحينه وحطيت معاهم ايه، والضيف حبة مية وحبة خل، وحطيت بحبة تومة دي من الدقة، كنت حاشيها بالدقة بتاع السمك. بس كده حطيت الطحينة وقلبتها كويس. طبعا كل ما تقلبيها تتقل معاكي. بس ده أكلتنا والحمد لله رضا. وأتمنى طريقة البساطة تكون عجبكم، وأتمنى الفيديو كان عجبكم. مع ألف سلامة حبيب قلبي في رعاية الله.